السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال واخواتي وحبايبي. عملت لكم النهارده ايس كريم المانجا بمانجا طبيعية، وزوقناه ببسكوت اللوتس والكريمة الخفق كريمة الشانتيه والكريز. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا يا جماعة، حاجة كريمي وحاجة تخطف العقل، وداعا لشرائه من الشارع. واهم حاجة نكمل الفيديو للاخر عشان فيه اصرار وفيه وصفات في الشغل هتعجبكم قوي قوي، وحاجة بسم الله ما شاء الله. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نعمل آيس كريم المانجا بطريقة سهلة. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله، معايا نص كيلو مانجا لازم يكون فريزن يا جماعة، 1 باكو جيلي مانجا أي نوع، 4 معالق كريم شانتيه أو 1 نقطة لون غذائي. وهنبدأ على بركة الله. أول حاجة بنضرب كده، بننزل المانجا في الخلاط بتاعنا. بعد كده يا حضرات بنجيب احنا الجيلي بتاعنا، بنفضي باكو الجيلي بتاعنا اهو اهو. يبقى باكو الجيلي عليه نص كوبايه ميه زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو. بننزل بالجيلي بتاعنا اهو، باكو الجيلي مع نص كوبايه ميه جامده. حاجه هننزل بالكريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنديله برده ضربه جامده. اللون ابتدى يتقل معانا زي ما حضراتكم شايفين اهو، اللون ابتدى يفتح معانا اهو. بصوا حضراتكم اللون بقى كريمي من قبل اي شيء، بس طبعا في تريكه تانية هنعملها مع بعض. وطبعا ده يا اما 3 معالق عسل جلوكوز، يا اما شربات تقيل اللي هو كوبايه سكر وكوبايه ميه مع عصره ليمونه ويكون بارد. هننزل عليه عشان احنا ما نزلناش بالسكر خالص، عشان ما يعملش معايا حبيبات في الشغل وانا شغال اهو. هنديله بقى ضربه اخيره لما ينعم معانا خالص ويبقى قمر كده حضرات. عشان لما حطينا الكريمه اللون بيفتح معانا شويه، هنحط نقطتين لون طعام غذائي احمر زي ما حضرتك شايفه كده، هيظبطوا معانا اللون شويه ويدوني لون غروب الشمس. وزي ما حضراتكم شايفين الايس كريم بتاعي بقى كريمن اهو، واللون ظبط معانا عشان خاطر الكريم شانتيه. هنعبيه مع بعض في الكبات. يلا بينا يا حضرات. هنعبيه بقى في الكبات بتاعتنا دي او في الكوبايات بتاع الشاي والقهوه، في اي حاجه حضراتكم عايزينها تعملوه فيها اهو اهو. شفتوا بقى الموضوع عامل ازاي جميل، وهيبقى كريمي. وهندخله الفريزر لمده ساعتين وهنقدمه مع بعض. نعبي كمان واحده معانا اهو اهو. وكده يا حضرات عبينا كاسات ايس كريم المانجا، عملناها بطريقه احترافيه، وهندخلها الفريزر لمده 4 ساعات وهنقدمها مع بعض ونزوقها وبالهنا والشفا. واستسمحكم اللي لسه ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونفعل الجرس للكل، ندوس على تفعيل الجرس للكل عشان الكل يستفيد، وننتظر مع بعض السقعان الايس كريم. نعمل يا حضرات بقى شوية كريم شانتيه كده عشان نزوق بيهم الايس كريم المانجا بتاعنا. جبنا مية متلجة حوالي نص كوباية مع 3 معالق كريم شانتيه بالسكر، وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه. كده اصبح القوام بتاعنا كويس اهو، طالما كده ما سقطتش من المضرب يبقى القوام كويس. نضرب كده كمان اهو. وكده يا جماعه خرج الايس كريم معانا من الفريزر، وعايزين بقى نعمل له شويه ديكورات جمال. نيجي من هنا كده نعمل روزيتة كريمه اهو اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل، عشان نحبب اولادنا فيه ونحبب اطفالنا فيه وما ينزلوش الشارع تاني ياخدوا منه حاجه. طبعا كده استكفينا. لا لو انا عندي بسكوت ويفر احطه، او ممكن احط نص كريزه كده حمراء، او اي حاجه عندي قمر او بسكوت الويفر. معانا كده بسكوت اللوتس بنزين بيه، او بسكوت الويفر. جبنا البسكوته وقسمناها نصين وعملناها كده زي البيبيون، بيديني شكل كده ويفرح اولادنا. والحضارات دي كانت نهايه وصفه ايس كريم المانجا، وزوقناه بالكريم شانتيه وبسكوت اللوتس. عايزين تحطوا بسكوت ويفر ماشي، بسكوت شاي ماشي، بدون ماشي. وعملنا كريم شانتيه والكريز عليه عشان اطفالنا يحبوه، وداعا لشرائه من الشارع. وحبوا بعض في الله.
تعيشوا سعداء مدى الحياه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.